السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون بصحة وسلام يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنكمل فيه العملات اللي هي التذكارية القديمة، اللي هي المليمات التذكارية القديمة والقروش القديمة والريال القديم وكل حاجة تذكارية قديمة، وكلها عملات تذكارية متداولة. يعني مش إصدارات هواة حتى، لأ، عملات موجودة معاك وموجودة مثلا ممكن أي حد محتفظ بيها، أبوك والدتك أو أنت ذات نفسك شخصيا محتفظ بيها. فالعملات دي ليها تمن، وتمن غالي جدا. اوعى حد يضحك عليك او حد في الجروبات بتاعت الفيسبوك او كده يضحكوا عليك او ياخدوها منك بسعر قليل. والله خد السعر مني وحدد انت بعد كده هتقدر انت تبيع بكام. تمام؟ لان الاسعار طبعا في السوق المحلي غير السوق اللي بره، لان احنا عندنا الحاجه هنا يعني زي ما يقولك العرض اكتر من بره. تمام؟ عشان الناس اللي بتتكلم في حته السعر، العرض هنا في مصر في السوق المحلي بتاعنا هتلاقي طبعا اكيد العمله معانا فكذا المعروض منها كتير على عكس اللي بره. انا هقول لك متوسط السعر وانت بقى تشوف هتقلل كام عن السعر ده. تمام؟ لو عرفت طبعا تبيعها بالسعر اللي انا بقول لك عليه، طب يبقى انت كسبان 100%. تمام؟ المهم خلونا قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين نصلي على سيدنا النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويكون اول عملة معانا النهاردة الخمس مليمات بتاعت الثورة التصحيحية، إصدار سنة 77 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1979. معمولة من مادة النحاس بوزن 2 جرام، والقطر بتاعها 18 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.3 مليمتر. كمية السك المعروفة عن العملة ديت 5 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 350 جنيه، بواقع 7 دولار. نخش بقى على ال10 مليمات بتاعة الفاو، إصدار سنة 1980 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1980. معمولة من مادة البرونز والألمنيوم، بوزن 3.28 جرام، والقطر بتاعها 21 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.5 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 300 جنيه، بواقع 7 دولار. طبعا هتلاقي في فرق طبعا عشان خاطر اللي قبلها كانت مسكوك منها 5 مليون و350 جنيه. زي ما انا قلت لك حرب اكتوبر او الثورة التصحيحية او اي عملة بتسجل حدث تاريخي مهم في تاريخ الدولة اللي انت مثلا العملة دي بتاعتها، فالاسعار بتاعتها بتبقى اغلى. تمام؟ خش على العملة اللي بعد كده، ال20 قرش الريال يعني بتاع المهن، إصدار سنة 1985 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 1985. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 100 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر ب1000 جنيه للقطعة الواحدة، بواقع 20 دولار للقطعة الواحدة. خش على ال20 قرش بتاعت اللي هي المترو الأنفاق بتاع القاهرة دوت، إصدار سنة 1989 وانتهى إصدارها سنة 1989. معمولة من النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 25 مليمتر، السماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 250 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 900 جنيه، بواقع 18 دولار للقطعة الواحدة. انا باكد للقطعه الواحده عشان محدش يجي يقول لك لا ده احنا بناخد مثلا بالخمس قطع مش عارف بال10 قطع ب 200 جنيه ولا حاجه، عشان بيحصل والله بيحصل. واماكن البيع يا جماعه اللي بيرجع يسال على اماكن البيع في التعليقات، اماكن البيع في الوصف، افتح الوصف هتلاقي اماكن البيع انا حاططها لك. مهم يعني. خش على ال20 قرش بتاعة عيد المحاربين أو يوم المحاربين، إصدار سنة 1986 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1986. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 50 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر القطعة الأنصر 1500 جنيه، بواقع 30 دولار للقطعة الواحدة. وطبعا ده سعر انا شايفه ان هو قليل جدا مقابل 50 ألف قطعة بس تم سكها. خش بقى على 20 قرش بتاعة المصوغات، إصدار سنة ال10 قروش، أنا آسف ال10 قروش بتاعة المصوغات، إصدار سنة 1982 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 1982. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر، بسعر الأنصر 450 جنيه، بواقع 9 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده، ال10 قروش بتاعة اللي هو عيد المرأة، إصدار سنة 2004 وانتهى إصدارها سنة 2004. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 4.52 من 100 جرام، والقطر بتاعها 24.8 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 2500 قطعة فقط لا غير،
بسعر الأنصر يعني سعر الأنصر للقطعة الواحدة 3450 جنيه بواقع 69 دولار. نخش على العملة اللي بعد كده، ال20 قرش بتاعت برضو عيد المرأة، إصدار سنة 2004 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 2004. معمولة من مادة النحاس والنيكل بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 26.8 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.5 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 2500 قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 4500 جنيه بواقع 90 دولار. 4500 جنيه بواقع 90 دولار. نخش بقى على آخر عملة معانا النهاردة، ال10 قروش بتاعة قناة السويس، إصدار سنة 72 وانتهى إصدارها سنة 1972. معمول من مادة النحاس والنيكل بوزن 6.1 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر، والسماكة بتاعتها 1.48 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 5 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 250 جنيه بواقع 5 دولار. انا حبيت برضو ان انا اجمع العملات اللي هي التذكاريه دي، اخر العملات التذكاريه. العملات التذكاريه اللي جايه بقى اللي هي الجنيهات الجديده، الاصدارات الجديده اللي هي بتاعتنا بقى، زي جنيه قناه السويس، وجنيه بتاع العيد الشرطه، والجنيهات بتاعت موكب المومياوات وكده. فدي ان شاء الله انا هعمل فيديو، مع ان انا كنت عامل فيديو قبل كده اللي هو التجميع الكبير، اللي انا جبت فيه كل الجنيهات التذكاريه بتاعت مصر، وايه النادر منها، وايه اللي بفلوس منها، وايه اللي مش هيغلى في السعر ده قدام شويه. فانا حبيت ان انا هعمل بقى الفيديو الجاي للعملات بس النادره اللي هي مطلوبه في السوق، واللي انت ينفع يعني تحتفظ بيها، وتحتفظ بيها يا ريت في الحاله الانصر، عشان زي ما انت شايف الحاله الانصر سعرها مرتفع جدا عن الحاله الجيده، تمام؟ يعني فرق بتاع 30 او 20% عن الحاله الجيده. فانت تحتفظ بالعمله بشكل كويس كده، تبعدها بقى عن الميه وعن التراب وعن اي حاجه تبوظها. تحاول تحفظها في كده، تنشف كيسه محترمه وتحطهم في كيس محترم كده، بعيد عن الهواء وبعيد عن اي حاجه. وطبعا ده مش هيحفظها يعني لمده كبيره، بس يعني انا بقول لك اقتراحات، تمام؟ بس وكده الفيديو هيكون خلص، وانتظروا طبعا الفيديو اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو بتاع الجنيه اللي هو التذكاري القديم، قصدي الجنيه التذكاري الجديد هو، والنص جنيه التذكاري الجديد برضو. احاول اشوف لو هقدر اعمله على فيديو واحد، او هقسمه على فيديوهين، بحيث ان الجنيهات لوحدها والنص جنيه لوحده. وبس. ويا ريت يعني يا جماعه نشترك في القناه ان شاء الله، عشان نوصل ل 15000 مشترك. طبعا بيكم ان شاء الله هنوصل ل 15000 دي بسهوله جدا. ويعني انا شايف والله لان غير المشتركين مش يعني اللي هم اللي بيجوا على القناه كتير، غير مشتركين بيتفرجوا على القناه ويشوفوا المعلومات وياخدوا بعضهم. يعني انت لو شايف ان القناه بتقدم لك معلومه، وشايف ان انا بقدر اقدم لك معلومه كويسه، يا ريت تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.